نجدد الترحاب بطلابنا الأعزاء في المحاضرة الرابعة من دبلوم فلسطين في مقر العيون. المحاضرة بعنوان المسجد الأقصى والرباط. معنا الأستاذة هنادي الحلواني. الأستاذة هنادي غنية عن التعريف ما شاء الله، مرابطة مقدسية تعلمنا منها الإصرار على خدمة المسجد الأقصى، وما زلنا نتعلم منها ومن المرابطين في المسجد الأقصى. فألف مرحبا بك أستاذة. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة التابعة لأكاديمية دراسات اللاجئين في هذا الموسم من دبلوم فلسطين في المقل. سعيدة إني أكون معكم من باب الأصباط نتعلم وإياكم الإصرار والثبات لتكون محاضرتنا من أبواب المسجد الأقصى حيث طريق المجاهدين الذي يعني نسأل الله أن نكون وإياكم على هذا الطريق. في محاضرة اليوم سأتحدث بشكل رئيسي عن الرباط. ماهية الرباط؟ ما هو تعريف الرباط؟ ومن هم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى؟ الذين عرفتمونا بهذا المصطلح أو عرفتم المرابطين والمرابطات، وخاصة بالفترة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة تردد كثير على مسامعكم وعبر وسائل الإعلام وعبر السوشيال ميديا أيضا هذا المصطلح بشكل كبير، وهو ليس يعني مصطلح جديد، هو أصلا موجود يعني منذ القدم في آيات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا وصابتوا ورابطوا، وهي تؤكد بأن الرباط يعني وجل لكل من يعتبر أو لكل يعني مسؤول عن حماية المقدسات مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية يعني قد تتساءلون ما السبب في أو ما هو أسباب الرباط أو لماذا نرابط في المسجد الأقصى تحديدا. لن أقول الرباط في مدينة القدس وفي فلسطين بيت المقدس كافة، الرباط في المسجد الأقصى تحديدا، وما هي أهمية الرباط خاصة في الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة التي شهدت عدوانا كبيرا على المسجد الأقصى المبارك. من الذي أتى بفكرة الرباط ليصبح هذا المصطلح متداولا؟ طبعا كما قلت المصطلح ليس بجديد. الاحتلال يدعي بأن هنالك معبدا له في المسجد الأقصى، وادعاء الاحتلال هذا الكاذب الذي يدعي بأنه له هيكلا عمل على مخطط قديم وينفذ اليوم وينفذ بالأمس ويريد تنفيذه غدا. هذا المخطط الذي يهدف من خلاله إلى إعادة ما يسمى بناء الهيكل المزعوم الذي يزعم الاحتلال، وهذا الأمر يؤكد يعني بأن مزاعم الاحتلال كاذبة، لأنه لا يوجد هيكلا، لأن المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام، والمعروف أن من بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السلام، لأنه كان أول البشر أو يعني وبحاجة إلى مكان للعبادة، وبالتالي كان مكان العبادة الأول إذا كان المسجد الحرام هو أول مسجد بني على الأرض قبل المسجد الأقصى ب40 عاما، فإن كان أول من بنى أو من بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السلام، فالغالب أن من بنى المسجد الأقصى هو أيضا آدم عليه السلام بعد 40 عاما، وهي فترة قصيرة بالنسبة لخلق آدم. لذلك ادعاء اليهود بأن لهم هيكلا في المسجد الأقصى هو ادعاء كاذب وافتراء من الاحتلال الذي لا تاريخ له في هذا الوطن، وجاء إلى فلسطين يعني برواية صهيونية مكذوبة، وأراد أن يصدق هذه الرواية وقام يعني عمل دعاية كبيرة لهذه الرواية المكذوبة. فلاحظنا بأن بالسنوات الأخيرة الاحتلال بدأ ينفذ مخططاته لاستعادة أو ما يسمى باستعادة بناء الهيكل، فكان من المهم بمكان ونحن أهل القدس أن نرابط في المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وبشكل ساعي وبشكل لحظي، وهو ما يجب أن يكون في هذه الأيام، خاصة بعد أن سمعنا بالفترة الأخيرة بعد الانتخابات الأخيرة وتسلم ما يسمى بإتمار بن غفير يعني منصب وزاري جديد فيما يسمى وزارة كوزير للأمن القومي، وبالتالي مطالبات من جماعات الهيكل وجماعات المعبد المزعوم وكثير من الجماعات التي لها مسميات كثيرة
يطالبون بأن يكون لهم اقتحام في المسجد الأقصى في أيام الجمعة والسبت، يطالبون بأن تكون ساعات الاقتحام تمدد، أن يقتحموا المسجد الأقصى متى يشاءوا وفي أي وقت، أن يدخلوا مثلا أدوات توراتية، أدوات مقدسة بالنسبة لهم، أو لباس كهنوتي، أو أن يقدموا قرابين داخل المسجد الأقصى. وقد طالبوا بكل صراحة يعني من خلال محاميهم أيضا، يطالبون بهذه المطالب، يطالبون بأن يدخلوا القرابين النباتية والحيوانية، يطالبون بأن يدخلوا من كل الأبواب. يعني طبعا لمن لا يعرف، هم يدخلون من باب واحد الآن، ألا وهو باب المغرب. وقد يعني أمر خلال المحاضرة عن أبواب المسجد الأقصى، لا سيما المفتوحة منها، ومن أي باب يدخل الاحتلال ومن أي باب يخرج. الأخت وفاء تقول من باب المغاربة. نعم صحيح، الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى من باب المغاربة، وهذا الباب في الحقيقة يعني قد يظن البعض أن جميع أبواب المسجد الأقصى الباقية مفتوحة من الجهة الشمالية والجهة الغربية، جميع أبواب المسجد الأقصى مفتوحة. في الحقيقة نعم هي مفتوحة، ولكن من يسيطر على من يدخل ومن يخرج من كل الأبواب هو الاحتلال. صحيح أن مفتاح باب المغاربة قد استولى عليه الاحتلال منذ العام 1967، وقد هدم يعني حارة المغاربة، وهدم المسجد، وهدم الحارة التي يعني بالمقربة أو يعني بمحاذاة باب المغاربة الذي يأتي على الجهة الغربية أقصى الغرب من الجهة الغربية الجنوبية، إلا أنه في الحقيقة هو يعني يسيطر على كل أبواب المسجد الأقصى. والدليل على ذلك أنا لا يمر بعد، لو أن الاحتلال غير مسيطر أو غير متحكم بأبواب المسجد الأقصى لكنت دخلت الآن من باب الأصباط، أو كنت دخلت الآن من باب حطة، أو من باب الملك فيصل، أو من باب الهوان. ولكن في الحقيقة الاحتلال يسيطر ويتحكم بكل أبواب المسجد الأقصى، وإن كان يعني يستولي حاليا على باب المغاربة بشكل كامل، ويتحكم في من يدخل ومن يخرج، ويستخدم هذا الباب للاقتحام وأيضا لإدخال المستوطنين والسياح من مختلف الجنسيات. وقبل أن يدخل السياح فهو يقوم بعمل غسل لأدمغة السياح قبل أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى، فيقوم بنشر فيديوهات أو عرض فيديوهات على هؤلاء السياح، ويعني يظهر لهم بأن هنالك كان قبل وجود مسجد قبة الصخرة أن هنالك هيكلا مزعوم كان في هذا المكان. وكما قلت أن هذه الرواية مكذوبة، لأن أول بيت وضع للناس الذي بمكة هو المسجد الحرام، وبعد 40 عاما كان المسجد الأقصى. وقد يقول البعض هنالك بعض الافتراءات ممن يدعون بأنه لم يبنى، أو قد يكون بناء المسجد الأقصى ليس مثلا بعد بناء المسجد الحرام ب40 عاما. فمنهم من يقول مثلا إنه سيدنا إبراهيم الذي قام برفع هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الحقيقة أن سيدنا إبراهيم قام برفع القواعد، يعني هو في الأساس كان مبنيا وقام برفع القواعد من هذا البيت الذي هدم، وليس ببناء جديد كما يدعي بعض. لذلك هذا الزعم وهذا الافتراء وهذا الادعاء وهذه الرواية غير صحيحة. لذلك المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة كما قلت وكان في فترة خط، ولكن اليوم هو في أخطار. ومن تنبه ونبه إلى أهمية الرباط في المسجد الأقصى هو شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، وهو أحد المشايخ في الداخل الفلسطيني المحتل الذي كان رئيسا للحركة الإسلامية الشمالية التي حضرها الاحتلال. هي محظورة إسرائيليا في حقيقة الأمر، حضرها الاحتلال وأخرجها عن القانون لنشاطاتها في المسجد الأقصى لما قام به الشيخ رائد صلاح من مشاريع كمشروع الرباط في المسجد الأقصى. وقد عرفتمونا يعني من خلال مشروع منتصف العلم كمرابطات في المسجد الأقصى، وأيضا مشاريع أخرى مثل مشروع ترميم المصلى المرواني، ومشاريع أخرى كثيرة، وترميم المقبرة وغيرها من المشاريع التي على إثرها قام الاحتلال بشكل يعني خاص بحظر هذه الحركة بسبب مشروع الرباط الذي بدأ في العام 2010 تحديدا للرجال، بعد أن تنبه شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح إلى أن الاحتلال عمد إلى تفريغ المسجد الأقصى بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن الناس عادة أو المسلمين عادة عندما يذهبون إلى المسجد
يذهبون إليه في أوقات الصلاة، وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبعد صلاة الفجر يصلون مثلا صلاة الضحى ويعودون إلى بيوتهم وإلى أشغالهم وإلى أعمالهم وجامعاتهم وتعليمهم وما إلى ذلك. فقد استغل الاحتلال هذا الفراغ الزماني الذي يعني يكون ما بين فترة الساعة 7 صباحا حتى قبل صلاة الظهر بساعة. وأيضا استغل الاحتلال فترة الفراغ المسائي ما بعد صلاة الظهر بساعة أيضا، فقام باستغلال هذين الضعفين أو هاتين الفترتين الذي يخلو فيهما المسجد الأقصى من المسلمين، ليس بشكل كامل، يقوم بترسيخ يسمى بالتقسيم الزماني، وهو ما يطالب به اليوم جماعات المستوطنين، أن يكون لهم أيام كاملة، بل وأن يكون لهم أيضا أو أن لا يحرموا وأن لا يمنعوا من دخول المسجد الأقصى في أعياد المسلمين. مثلا في العيد لا يستطيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، في أيام الجمعة لا يستطيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى. إذا هذه السياسة ليست بسياسة جديدة، وترسيخ سياسة التقسيم الزماني هي سياسة قديمة أو هي أمر قديم كان الاحتلال قد بدأ به. فتنبه الشيخ صلاح إلى هاتين أو هذه النقطة بشكل خاص، وبدأ مشروع الرباط، وبدأ بإرسال رجال وشباب من الداخل الفلسطيني ليتلقوا العلم داخل ساحات المسجد الأقصى، ولكن كان الهدف الأول من هذا المشروع هو زيادة أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى، زيادة أعداد المسلمين، وأيضا إعادة الدور الريادي المساجد في المسجد الأقصى، وإعادة وإحياء مصاطب العلم داخل المسجد الأقصى، ليصبح عدد المرابطين من الشباب والرجال في بداية الأمر تقريبا ما يقارب 50 شابا، معظمهم من أراضي 48 أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل. ليدخل بعد ذلك العنصر النسائي من المرابطات ويبدأ الرباط للنساء. قد يسأل سائل: لم يكن قبل ذلك نساء مرابطات أو لم يكن هنالك مرابطين؟ لا، كان هنالك مرابطين، وكان هنالك أناس يأتون إلى المسجد الأقصى ويصلون في معظم الأوقات ويتواجدون في معظم الأوقات، ولكن ليس بشكل منتظم وفي ساعات منتظمة، يعني كل حسب وقته وحسب ظروفه يأتي إلى المسجد الأقصى. ولكن كان هنالك ما يسمى بمشروع البيارق، وهي الحافلات التي تأتي من أماكن في الداخل الفلسطيني وأيضا من أماكن من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، ولكن لم يكن هنالك تركيز على التوقيت. ولكن مشروع مصاطب العلم الذي عرف بمشروع مصاطب العلم، يعني حسب المسمى الأصلي لهذا المشروع، وعرفتمونا من خلال هذا المشروع كمرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى، بل وسمانا الاحتلال وسمى هذا المشروع بأنه مشروع الرباط، وسمانا باسم تنظيم الرباط والمرابطين الذي أخرجوا عن القانون في العام 2015 لكشفه كثير من مخططات الاحتلال ودحره أيضا مخططات الاحتلال التي كان ينوي تنفيذها قبل هذا المشروع، ولكنه لم يستطع بسبب وجود المرابطين والمرابطات الساعات المهمة، الساعات الخطرة، وهي ساعات الاقتحام منذ الساعة 7 كما قلت، أو في الساعات الفترتين ما بين الساعة 7 حتى 10 في التوقيت الشتوي أو الصيفي، يعني هنالك فارق ساعة، وأيضا ما بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بفترة قليلة. هذا التواجد أو هذه الأوقات التي كان يتواجد فيها المرابطين كشفت كثير من مخططات الاحتلال. أولا، الاحتلال كان يهدف إلى إنشاء كنيس له على خمس مساحة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى طبعا يعني نحن نعرف مساحة المسجد الأقصى وشكل المسجد الأقصى المستطيل، يعني بشكل مائل نوعا ما وليس يعني مستطيل بشكل مستقيم تماما، 144 دونما. كان ينوي الاحتلال أن ينشئ كنيسا له على خمس مساحة المسجد الأقصى، يعني ما يقارب 20 دونم. ونحن نعلم أن المسجد الأقصى يقع في البلدة القديمة، بل وأن سور المسجد الأقصى يشترك مع سور البلدة القديمة من الجهة الشرقية الجنوبية. يعني أنا أجلس الآن تحديدا عند الجهة الشمالية من المسجد الأقصى، يمكن سمعتم معي أيضا أذان المسجد الأقصى من جهة الجهة الشمالية، الجهة الشمالية التي تقع فيها مئذنة الأصوات وأبواب المسجد الأقصى من الجهة الشمالية، ولكن سور القدس يشترك مع المسجد الأقصى في الجهة الشرقية.
وأيضا الجهة الجنوبية. لذلك الاحتلال يضع نصب عينيه هذا المكان كونه مركز اهتمامه وأيضا مركز الصراع بالنسبة له. ولكن أريد أن أسأل، هنالك من يعلق بأن الصوت يتقطع، هو الصوت يتقطع ولا لأن الأذان يعني ممكن يكون في تشويش على صوته؟ يبدو أن الصوت واضح. جيد، الصوت من عندي إن شاء الله واضح، بس يبدو أنه عند البعض هنالك مشكلة في الإنترنت. إذا كما قلت بأن مشروع الرباط كشف مخططات الاحتلال لأنه كان يعني في أوقات تعتبر خطرة. المرابطين انتبهوا وتنبهوا إلى أن الاحتلال يحاول التواجد بشكل دائم في المنطقة الشرقية. ترون في الصور كثيرا بأن وقفات ومحطات الوقوف للمستوطنين والصلاة تكون عند الجهة الشرقية. رأيتم بأن الاحتلال أيضا تعمد أن يغلق باب الرحمة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى في الجهة، أو أحد مصليات المسجد الأقصى في الجهة الشرقية. يعني أنتم تعلمون بأن المسجد الأقصى فيه مصليات، وليس فقط مصلى قبة الصخرة والمصلى المصلى القبلي، وهنالك مصلى البراق، وهنالك مسجد عمر، وهنالك مسجد باب الرحمة. هذا المسجد في المنطقة الشرقية الاحتلال يضع عينه عليه بشكل واضح وجلي منذ زمن، لأنه أولا يقع على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وفي هذا السور لا يوجد أي باب مفتوح في الجهة الشرقية، هنالك أبواب مغلقة في الجهة الشرقية، مثلا باب الجنائز الذي كان يعني يتم إخراج الأموات من ذلك الباب إلى جهة مقبرة باب الرحمة التي تقع بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى. طبعا لمن لا يعرف، عند مقبرة باب الرحمة يوجد مقابر الصحابيين الجليلين عبادة بن صامت وشداد بن أوس. أيضا باب الرحمة وباب التوبة يقع على الجهة الشرقية. فالاحتلال يرى بأن هذا المكان هو المكان المناسب لإقامة كنيس له في تلك البقعة تحديدا، فقام بعمل مخطط قديم سعى إلى تنفيذه في فترة غياب وجود المسلمين في هذه الساعات. إلا أن وجود المرابطين ورباط المرابطين في المسجد الأقصى قد جعلهم يتنبهون إلى أن هنالك خطر في ذلك المكان. الاحتلال يستفرد بهذا المكان، الاحتلال يقوم بتكديس القمامة في ذلك المكان تحديدا، بل وأنه يعني قام بسرقة بعض الأتربة من ذلك المكان وبيعها على شكل حجارة وأخشاب، وأيضا يقولون بأن هنالك حجارة ثمينة في ذلك المكان. طبعا هذه الحجارة والأخشاب تم إخراجها من حفريات أو الحفريات التي جرت والترميم الذي جرى في منطقة المصلى القبلي تحديدا. عندما تم ترميم المصلى القبلي في العام 2000 تم إخراج مخلفات هذا الترميم إلى المنطقة الشرقية، وبالتالي هنالك تكدس كبير في مخلفات الترميم، وتعمد الاحتلال إلى أن يضع كثير من النفايات ويمنع إخراج هذه النفايات من المسجد الأقصى ويكدسها في المنطقة الشرقية. كان لا يجوز المرور منه، وقام بإغلاق مصلى باب الرحمة منذ أكثر من 16 عاما، أغلقه لمدة 16 عاما بدعوى أنه يتم هنالك إخراج نشاطات محظورة أو ممنوعة حسب القانون، فقام بإغلاق هذا المصلى وجعل تلك البقعة بقعة ميتة، وهذا استغلال أو ضعف آخر في المسجد الأقصى، وهو الضعف المكاني. يعني الضعف الزماني في فترات معينة، وأيضا الضعف المكاني في استغلال هذا المكان تحديدا لخروجه من المصلين بأن يكون لهم خطة. وما كان من المرابطين والمرابطات الذين كانوا يتدارسون العلم ويتدارسون القرآن في مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى إلا أن يقوموا بوضع حلقات علم في المنطقة الشرقية، وهذا ما أثار جنون المحتل، لأن هنالك حلقات أصبحت تتوزع في أماكن خالية وأماكن لا يصل إليها أي مسلم بسبب عدة أمور، وقد تكون الأمر الرئيسي هو مخططات الاحتلال. بأننا عندما نقول مثلا المسجد الأقصى أول ما يتبادر لأذهاننا صورة قبة الصخرة أو صورة المسجد القبلي أو المصلى القبلي، ولكن ولا مرة يخطر ببالنا مسجد باب الرحمة حتى نتخيل، أو حتى أننا نتخيل كل المسجد الأقصى بكل ما فيه من مصليات. إذا الاحتلال أراد أن
يرسم صورة ذهنية كما أرادها لتخدم روايته التي يقوم بالترويج لها، وننسى مصلى باب الرحمة عن أنه جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. لذلك تجد المسلمين عندما يأتون إلى المسجد الأقصى، حتى وأنني عندما أتحدث الآن مع طلاب الأكاديمية الذين يعني يتلقون علوما في بيت المقدس، أنا متأكدة بأنه لو قلت لأي شخص فيهم أول ما تريد أن تذهب إلى المسجد الأقصى سيتبادر إلى ذهنه أجمل القباب، وهي قبة الصخرة الذهبية، أو أنه سيتجه مباشرة إلى ذلك المكان، وقد يتناسى أن هنالك يعني جزء مهم من المسجد الأقصى ألا وهو مسجد باب الرحمة، بل وأنه جعل ذلك المكان محرما على المسلمين، فيقول بأن ذلك المكان خطرا لأنه فيه يعني أتربة وفيه أخشاب وفيه زجاج وفيه حجارة، وبالتالي أصبحنا عندما ندخل إلى المسجد الأقصى نمر مباشرة إلى قبة الصخرة، إلى المصلى القبلي، ونصلي داخل المصليات، بل وبات في هذه الأيام، بل وأصبح في هذه الأيام من المحرم علينا فترة الاقتحام، المرور في مسار المقتحمين الذي يمر منه المقتحمون من دخولهم من باب المغاربة مقتحمين من ذلك الباب مرورا إلى جانب القبلي ومن ثم المرواني ومن ثم الساحة الشرقية، فيعودون مرة أخرى من جهة باب حطة، باب الأصباط، ومن هذه الجهات اللي هي في الجهة الشمالية إلى أن يخرجوا من باب السلسلة، وهو الباب الذي يخرج من المقتحمين بعد إنهاء جولاتهم الاقتحامية. لذلك كان كشف هذا المخطط إحدى أهم أو أكبر الأسباب التي جعلت الاحتلال يخاف من وجود المرابطين والمرابطات. الوعي كان هنالك يعني وعيا بهذا الخطر الذي يحدق بتلك المنطقة تحديدا، التواجد والوجود أيضا، إذ أن المرابطين الذين تواجدوا ضمن مشروع المخاطر لم يتواجدوا فقط، وإنما كان لهم وجود وتواجد، يعني بمعنى أنهم كان لهم أثر في ذلك المكان، كانوا يقومون بصد هذه الاقتحامات لمنع المستوطنين. يعني أذكر أنا في كثير من المرات بأن الطلاب والطالبات في مصاطب العلم كانوا يقرؤون في عقيدة في عقيدة المستوطنين أو في كتب المستوطنين بأن صلاة المستوطن تبطل إذا مرت امرأة من أمام المستوطن. عندما كان المستوطنون يأتون للصلاة عند المنطقة الشرقية كانت مجموعة من النساء المرابطات تقف أمامهم عند الجهة الشرقية مباشرة حتى تبطل صلاتهم، فينزعجون من وجود المرابطين والمرابطات ويطلبون من الشرطة أن تبعد الناس عن أمام مكان عبادتهم التي يعني كانوا يتعمدون الوقوف والصلاة بأعين مغمضة وبطريقة صلاة معينة ترونها أحيانا كثيرة، وكانوا يسجدون أيضا سجودا ملحميا في المنطقة الشرقية، وكان المرابطين يحاولون منعهم من الصلاة، ولم نكن نرى في العام مثلا 2013 أو 14 صور للمستوطنين يقيمون الصلاة بحرية وأمان وبكل هذه من عدسات الكاميرات كما نراها للأسف اليوم، في ظل إخراج وطرد المرابطين وإبعادهم عن المسجد الأقصى، وأيضا في ظل تحريم أماكن معينة على المسلمين، وهذا ما يريد الاحتلال وترسيخ سياسة التحصين المكاني، يعني أن هذه الأماكن في هذه اللحظات أو هذه الدقائق أو هذه الساعات محرمة على المسلمين لوجود المستوطنين ولوجود المقتحمين ولوجود شرطة الاحتلال. هذا ما يريد الاحتلال طبعا، ولكن يعني نقول بأن الحل والوسيلة الوحيدة لحماية المسجد الأقصى في كل وقت وفي كل حين هو تواجد المسلمين والرباط. الرباط الذي كان في العام 2011 وعام 2010، وأنا قلت بأنه عام 2010 بدأ للرجال ومن ثم بدأ إدخال العنصر النسائي في العام 2011 2012 2013 و14 و15 إلى أن أصبح عدد المرابطين أكثر من 1250 مرابط ومرابطة في مشروع مصاطب العلم يدخلون إلى المسجد الأقصى بشكل يومي، بل وأنه تفرع عن هذا المشروع مشاريع أخرى
مثل مشروع صلاة الضحى، مشروع التعريف بمعالم المسجد الأقصى، مشروع المخيمات للأطفال، مشروع عقد القران في المسجد الأقصى، ومشاريع أخرى كثيرة كانت متفرعة من هذا المشروع الذي يعني بدأ ب50 تم تفرع منه مشاريع أخرى. عندما أقول مثلا مشروع صلاة الضحى، فيعني النساء التي كانت في هذه المشروع كانت تدعو أهل البلدة القديمة إقامة صلاة الضحى وتناول طعام الإفطار في المسجد الأقصى حتى يتواجدوا بشكل أكبر ويتواجدوا بأعداد أكبر، وفي المناطق التي تخلو أصلا من تواجد المسلمين. عندما أقول تفرع مثلا مشروع صغير أيضا آخر للتعريف بمعالم المسجد الأقصى، كانت هنالك مجموعة من طالبات مصاطب العلم وطلاب مصاطب العلم يتم تهيئتهم وتأهيلهم ليعرفوا ويتعرفوا على معالم المسجد الأقصى، ليستقطبوا طلاب المدارس من كل مدارس القدس وضواحي القدس وتعريفهم وإرشادهم بمعالم المسجد الأقصى التي يعني من المهم أن يكون على علم ودراية فيها كل شخص فينا، لا سيما أهل القدس الذين يعيشون أصلا على جانبات المسجد الأقصى أو يعني في ضواحي قريبة من المسجد الأقصى. فلا يعقل أن يكون المستوطن الذي جاءنا من أثيوبيا أو من روسيا أو من أصقاع الأرض ليأتي هو والده ويتم يعني زراعة تاريخ مزور بأن لهم وطن في هذا المكان وبأن لهم معبدا وبأن لهم تاريخ في هذا المكان. يعرفون أكاذيب تم إدخالها في أدمغتهم يعني بشتى الطرق ليتعلموا تاريخا مزورا، ونحن أصحاب الحق لا نعرف عن حقنا شيئا. لذلك كان هذا المشروع بالنسبة للاحتلال خطر، وكان وجود المرابطين أيضا خطر لأنهم تسلحوا بسلاح العلم والمعرفة والإصرار والثبات. وكان من المميز في هذا المشروع أيضا العنصر النسائي. قد يعني كان في بداية الأمر من المخاوف الكبيرة جدا إدخال العنصر النسائي، لأننا يعني نبقى في مجتمع نخاف فيه على المرأة، نخاف أو نظن بأن المرأة ليست لا تمتلك الجرأة أو القوة التي يمتلكها الرجال، ولكن في الحقيقة أثبتت المرأة في هذا المشروع بأنها يعني تستطيع أن تقف جنبا إلى جنب مع الرجال في الرباط، بل وأنها يعني أبدعت وتميزت بعلمها بقوتها برباطها وأيضا بتحملها كل وصمود أنواع العذاب من الاحتلال. وعندما أقول العذاب من الاحتلال لا أقول فقط قرارات الإبعاد، فاليوم هنالك كثير من المبعدين والمبعدات عن المسجد الأقصى، وإنما تعرضت المرأة المقدسية والمرابطة المقدسية إلى الاعتقال المهين، الاعتداء، الاقتحام لبيوتهم، حرمان المراهقة وزوجها وأولادها من مخصصات التأمين الصحي والتأمين الوطني. يعني رأينا بأننا خلال فترة رباطنا من خلال هذا المشروع قد حرمنا من العلاج نحن وأبنائنا وأزواجنا، حرمنا في لقمة عيشنا، حرمنا في حبة دوائنا. طبعا الاحتلال يحاول من خلال هذه الممارسات التضييق علينا بمنعنا من السفر، منعنا من المسجد الأقصى، منعنا من البلدة القديمة، إبعادنا، حرماننا، أيضا اقتحام بيوتنا. واقتحام البيوت ليس بالموضوع السهل. تخيل أن بيتك يقلب رأسا على عقب ويتم يعني التهديد لك ولأولادك، احتجاز كتب وأوراق مهمة لك ولأولادك. يعني الاحتلال مجرد أن يقرأ كلمة الأقصى أو كلمة رباط أو كلمة اعتكاف أو أي كلمة يعني من عقيدتنا الإسلامية يقوم باحتجاز هذه الورقة أو هذا الكتاب أو هذا الكتيب. إن رأى مثلا علم فلسطين أو إن رأى أي شعار أو إن رأى يعني أي أمر بسيط وبغبائه يظن بأنه هذه الشعارات هي تحريضية، يقوم باحتجازها حتى ولو لم تكن لك، مجرد أنها موجودة في بيتك، يعني حتى لو كانت لابنك أو ابنتك، حتى بأننا يعني في كثير من الأحيان تم استدعاء أبنائنا للتحقيق وبناتنا أيضا للتحقيق، وليس فقط نحن يعني للتحقيق، وحرموا أيضا أبنائنا وبناتنا كما قلت من مخصصات العلاج، وهو الذي يعني مضطرون نحن أن يعني أن نكون ونحن تحت حكم الاحتلال
مضطرون لأن يعني نذهب إلى مستشفيات تشفع للاحتلال. هذا ما قام به الاحتلال يعني منذ أن سيطر على مدينة القدس وعلى فلسطين، أن يجعل هذه الخدمات الحيوية والحساسة تحت سيطرته ليمسكنا من اليد التي تؤمننا. فعندما يهدد بنا يهددنا بإبعادنا عن القدس، كما فعل قبل فترة قليلة بمنشط المقدسي صلاح الحموري الذي تم إخراجه من فلسطين وإبعاده إلى فرنسا. يهددنا بإبعادنا عن البلدة القديمة كما يفعل معنا، يهددنا بإبعادنا عن المسجد الأقصى كما فعل معنا وما زال. أنا لا زلت مبعدة وأنا أسكن على بعد أقل من كيلومتر واحد، لا زلت مبعدة عن المسجد الأقصى بقرارات متتالية. وهذا ليس فقط قرار خاص بي أنا، وإنما بكثير من المرابطين والمرابطات المؤثرين الذين كان لهم دور في الرباط في المسجد الأقصى والتأثير. أيضا يدعي الاحتلال بأننا يعني نقوم بإثارة شغب داخل المسجد الأقصى من خلال رباطنا وتواجدنا، ولكن في الحقيقة كما قلت أن الرباط في المسجد الأقصى هو العلاج والطريقة الأنجع والحل الوحيد لحماية المسجد الأقصى المبارك، لأن أي فراغ داخل المسجد الأقصى هو بالضرورة سيكون مكان لمستوطن ومكان لمشروع تهويدي داخل المسجد الأقصى ولاستيطان داخل المسجد الأقصى. فإذا ما خلت ساحات المسجد الأقصى زاد عدد المستوطنين. نرى بأن هذه المعادلة هي المعادلة التي تتم في هذه المرحلة. يتم تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين وزيادة عدد الاقتحامات. لو رأينا نسبة المقتحمين خلال هذا العام سنرى بأنه يزداد، ولو رأينا في المقابل نسبة عدد الإبعاد سنرى بأن نسبة عدد المبعدين والمبعدات تزداد، القرارات الإبعاد، ونرى بأن عدد الاقتحامات تزداد، وذلك بسبب تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين والمرابطات المؤثرين والمؤثرات. قد يظن البعض بأنه إبعاد لكل الناس، لا، هو في الحقيقة ليس إبعادا. يعني أنتم ترون في الإعلام قرارات الإبعاد الظاهرة، ترون على السوشيال ميديا قرارات الإبعاد الظاهرة، تم إبعاد هذه 6 أشهر، تم إبعاد الحاجة فلانة 6 أشهر، فلانة 4 أشهر، فلان الناشط. ولكن في الحقيقة أن الإبعاد أحيانا لا يكون بقرار ورقة نتسلمها، قد يكون الإبعاد بطريقة أخرى، وخاصة لمن يسكنون في البلدة القديمة. وهنا سأوضح لكم كيف يكون هذا الإبعاد للمرابط وأهمية رباط هذا المرابط، ليس الذي يرابط حاليا في ساحات المسجد الأقصى، وإنما الذي يسكن في أسواره أو داخل سور البلدة القديمة المحيطة للمسجد الأقصى، التي هي السوار المحيط بالمسجد الأقصى الحامي للمسجد الأقصى. يعلم الاحتلال علم اليقين بأنه أول ما يحدث شيء بالأقصى أو إذا ما قام بإحداث أمر ما في المسجد الأقصى، بهدم شيء في المسجد الأقصى، ببناء شيء، بإضافة شيء، بإزالة شيء، أو بعمل حرق مثلا لا سمح الله في المسجد الأقصى، أول من سيلبي نداء المسجد الأقصى ويهب بإنقاذه ولنجدته هم أهل القدس الذين يعيشون بالقرب من جنبات المسجد الأقصى، ألا وهم أهل البلدة القديمة. الاحتلال قام بعمل خطة خبيثة لإبعاد أهل البلدة القديمة عن المسجد الأقصى، ليس بقرار كالذي أتسلم أنا، وإنما بطريقة أخرى، إذ أنه قام بتشغيل أو إشغال المقدسيين الذين يعيشون في محيط البلدة القديمة بأعمال بعيدة عن مدينة القدس، في مناطق بعيدة عن مدينة القدس تحتاج لمن يعمل أن يخرج من بيته بعد صلاة الفجر مباشرة أو حتى قبل صلاة الفجر حتى يصل إلى مكان عمل. وبالتالي إذا ما حدث شيء في الأقصى لا يستطيع الوصول سريعا. قد يصل ابن الداخل الفلسطيني قبل أن يدخل ابن البلدة القديمة، أو قبل أن يصل ابن البلدة القديمة الذي يعيش على أبواب المسجد الأقصى. هذا أمر مهم جدا لأن تتنبهوا له. فإذا المرابطين ليس فقط الرباط في المسجد الأقصى، وإنما الرباط في محيط البلدة القديمة. أيضا قام الاحتلال بإشغالنا بالبحث عن لقمة عيشنا، بفرض ضرائب كبيرة وبفرض ما يسمى ضريبة الأرنونة وديون كبيرة يعني فرضها علينا الاحتلال ومخالفات كثيرة علينا، فلا نستطيع دفع هذه المخالفات والضرائب، وبالتالي نبقى نعمل ليل نهار
بحثا عن لقمة العيش حتى نستطيع أن نسد هذه الديون ونسدد هذه الديون وأن نبقى في بيوتنا، وإلا هددنا الاحتلال باحتجاز هذه البيوت والسيطرة عليها أو إخراجنا منها أو وضعنا في السجون. وبالتالي هنا أيضا طريقة أخرى لإبعاد المرابطين أو إبعاد المرابطين من أهل البلدة القديمة بإشغالهم وراء لقمة عيشهم في للعمل يعني بساعات طويلة جدا، بحيث أن الشخص الذي يعيش في البلدة القديمة لا يبقى أو لا يعني يمكث في بيته أو في محيط البلدة القديمة بسبب لقمة العيش التي يبحث عنها. وهنالك أمر آخر قام به الاحتلال، وقد يكون هذا الأمر يعني أو لم يتمكن الاحتلال بشكل كبير من السيطرة على شباب البلدة القديمة من خلال إغراق بعض الشباب بالمخدرات لإذهاب عقلهم، وحتى يعني يغيبهم عن كل العالم وعن هذه القضية. وبالتالي هنالك فئة من الشباب الذين يعيشون في البلدة القديمة للأسف تم يعني إغراقهم بالمخدرات. وهنالك فئة لا بأس بها من أهل البلدة القديمة ومن شباب البلدة القديمة أيضا قد تم إدخالهم في السجون بتهم يعني تافهة لسنوات طويلة. فمثلا من يقوم بضرب الألعاب أو يعني ضرب القنابل أو الزجاجات الحارقة أو الألعاب النارية، يقوم الاحتلال بفرض حكم كبير وعالي جدا، السجن لسنوات قد تصل إلى 7 سنوات. فيغيب هذا الشاب ويكبر هذا الشاب وهو في السجن، ويترك الأسرة بلا معيل التي تبحث عن لقمة عيشها. إذا هذا نوع آخر من الرباط، وأيضا نوع آخر من الإبعاد الذي تعمد الاحتلال حتى يضمن أن يكون المسجد الأقصى خاليا من التواجد الإسلامي وخاليا من وجود المرابطين، لينفذ مخططاته في ظل إبعاد وخلو المسجد الأقصى من أي أحد قد يأتي يعني الرباط فيه. وإذا ما سألنا عن رباط أهل الضفة الغربية، يعني فلسطين بكل مكوناتها قسمها الاحتلال على الرغم من صغر حجم فلسطين إلى جغرافيات كثيرة، فقسم فلسطين إلى أهل القدس، أهل الداخل الفلسطيني المحتل، أهل الضفة الغربية، وأيضا أهل غزة، وأيضا أسرانا في سجون الاحتلال والشتات الفلسطينيين في الشتات. إذا هذه الجغرافيات يعني على الرغم كما قلت من أن فلسطين صغيرة، ولكن تخيلوا هذه الجغرافيات. الأسرى في السجون يعني لا حول لهم ولا قوة. الفلسطينيين الذين طردهم الاحتلال من بيوتهم ومن قراهم ومن مدنهم ومن وطنهم يعيشون في الشتات في كل يعني مكان، في مخيمات في دول عربية. أهل الداخل الفلسطيني المحتل قسمهم بحيث أنه منحهم ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية والجواز السفر الإسرائيلي، وأعطاهم من الحقوق وبعض الحريات ما يضمن أنه يسيطر عليه. وأيضا البعد المكاني لأهل الداخل الفلسطيني أيضا قد يكون سببا وعائقا لوصولهم إلى المسجد الأقصى، فقد يحتاج منهم سفر أو مسافة سفر أو يعني وقت للسفر 3 ساعات ليصلوا إلى الأقصى، فهو قد ضمن بأنهم لن يستطيعوا الوصول سريعا. أهل الضفة الغربية قام الاحتلال بوضع وفرض جدار فصل عنصري يفصل الضفة الغربية التي لا تبعد يعني لبعض كيلومترات عن مدينة القدس بجدار فصل عنصري فصل فيه القدس وسلخ فيه القدس عن الضفة الغربية. وهنالك حكم آخر بحيث أن من يعيشون في مدينة القدس يحملون الهوية الزرقاء هم من يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى والمكوث والعيش في القدس، ومن هم خارج الجدار لا يستطيعون الدخول إلى مدينة القدس، وأيضا يحملون هوية الضفة الغربية التي لا تمكنهم من المرور عبر الحواجز العسكرية إلا من خلال تصاريح يمنحها الاحتلال. هلا هذه التصاريح لا تمنح هكذا، وإنما الاحتلال يقيد هذه التصاريح بشكل كبير جدا. الاحتلال لا يمنح هذه التصاريح إلا لمن هم أعمارهم كبيرة أو لمن هم يعني أعمارهم صغيرة أطفال، ويتحجج في معظم الأحيان بأن
أنه لا يمنح هذه التصاريح لدواعي أمنية. يعني من كان له قريب أسير لا يمنح هذا التصريح، من كان له قريب شهيد لا يمنح هذا التصريح. وبالتالي جعل القدس يعني مقتصرة على أهل القدس، وأهل القدس من المرابطين في القدس كما قلت لكم ضيق عليهم بالسجن والاعتقال والتهديد وهدم البيوت، سياسة هدم البيوت التي نراها يوميا، بل وأننا بتنا نسمع عن خبر هدم البيوت كخبر يومي عادي. يوميا تهدم البركات والبيوت والدكاكين ومصالح المقدسيين بحجج بأنهم يعني هي الحجة الواضحة التي يعني يقوم الاحتلال بالإعلان عنها بأنه لا يمتلك ترخيصا لهذا البنك، وفي الحقيقة أن الاحتلال لا يمنح هذه التراخيص للمقدسيين أبدا، وبالمقابل هو يمنح المستوطنين مستوطنات وبيوت كبيرة وواسعة يوجد فيها كل وسائل الرفاهية، ويوجد فيها حدائق لأبنائهم ومطبات للسيارات وكل ما يتمنونه وبساتين تعطى لهم بدون أي مقابل، يعني دون أن يدفع مقابل هذا المستوطن، فقط يمنح هذا البيت إذا ما جاء للاستيطان في مدينة القدس. وكلما اقتربت من المسجد الأقصى من البلدة القديمة كانت يعني الأمور التي تتاح له أو الإرخاءات التي تعطى للمستوطن أكثر فأكثر. وبالمقابل المقدسي الذي يعيش في البلدة القديمة فهو مهدد بالإخراج من بيته، مهدد بالاستيلاء على بيته، ومهدد أيضا بالسجن لأتفه الأسباب حتى لا يستطيع التواجد أو الرباط في المسجد الأقصى الذي هو يعني محك أو الذي هو مركز الصراع الذي يدور حوله المحتل، فيعني يقوم بكل هذه الإجراءات. لذلك عندما نقول أن الرباط في المسجد الأقصى وبداية مشروع الرباط، وكما قلت هو ليس أمر جديد، وبدأت بمصطلح الرباط من آية قرآنية بأن الرباط ليس بأمر حديثا ولا أمر جديدا، ولكن مصطلح الرباط في الفترة الأخيرة بسبب مشروع مصاطب العلم استمرار استخدام هذا المصطلح من الاحتلال الذي قام بتسميته بتنظيم مرابطين لإخراجه عن القانون ولتجليل مصطلح وجزء من عقيدتنا الإسلامية. وأيضا الإعلام الذي يعرفنا بالمرابطين يظن بأن هنالك فئة معينة تسمى المرابطين أو نشاطا خاصا يقوم به المرابطين والمرابطات، ولكن في الحقيقة كما قلت بأن الرباط لا يقتصر فقط في ساحات المسجد الأقصى أو على ساحات المسجد الأقصى أو إلى فئة معينة من الناس أو نوعية معينة من النشاط، ولكن في الحقيقة كل أهل بيت مرابطين، والاستهداف يكون عليهم جميعا. القرارات أو الاعتداءات والانتهاكات تكون كل المقدسيين الذين يرابطون في مدينة القدس، لأن الاحتلال يعني يسعى إلى تفريغ كل القدس وليس فقط المسجد الأقصى، ليقوم بعمل ما يحلو له دون وجود المقدسيين والمسلمين والفلسطينيين في المسجد الأقصى أو في البلدة القديمة. يعني إحنا لو نظرنا إلى بيوت البلدة القديمة حاليا، ولو يعني كنت هيك يعني نظرة سريعة إلى المنطقة التي أجلس فيها تحديدا، لترون أنه في كل أو على بعد كل 100 متر هنالك كاميرات، وهنالك مكبرات صوت تلتقط الصوت، هنالك كاميرات قد زرعت في كل مكان لجعل مدينة القدس مدينة مكشوفة للاحتلال. هنالك شرطة في كل محيط البلدة القديمة، يعني عند باب الأقباط هنالك شرطة، عند باب قطة شرطة، عند باب الملك فيصل شرطة، عند كل أبواب المسجد الأقصى شرطة، هنالك جيش وشرطة تمشي وتحوم في كل أرجاء مدينة القدس والبلدة القديمة. وكلما اقتربت من المسجد الأقصى أكثر كلما زاد عدد الشرطة والتضييقات الأمنية والصوت الأمني بشكل أكبر. على مداخل كل مدينة القدس هنالك حواجز عسكرية التي تسيطر على من يدخل ومن يخرج من مدينة القدس، فلا يسمح لأبناء الغربية بدخول مدينة القدس ولا من أي معبر إن لم يكن قد حصل على التصريح الذي كما قلت قبل قليل لا يمنح أصلا الاحتلال لأهل الضفة الغربية. والسبب في ذلك هو أنهم يريدون الاستفراد بمدينة القدس وبأهل القدس وبالمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص حتى ينفذوا مخططات لهم
في هذا المكان. لذلك عندما نقول اليوم المسجد الأقصى في خطر، لا يكفي أن نقول هذه الجملة. في الحقيقة لم يعد المسجد الأقصى في خطر، في الحقيقة أن المسجد الأقصى اليوم هو في أخطار، وأخطار شديدة. زاد التضييق أكثر على أهل هذه المدينة، زاد الانتهاكات بحق أهل هذه المدينة وبحق هذه المدينة. وبالمقابل هنالك تسهيلات كبيرة من حكومة الاحتلال، وخاصة قريبا يعني بدأت تظهر بشكل واضح وجلي للجميع المطالبات للمستوطنين ولجماعات الهيكل بمطالب جريئة ووقح لهم في محاكم الاحتلال. وبالمقابل القاضي الاحتلالي في محاكم الظلم الاحتلالي يمنح المستوطنين مزيد من المكتسبات، ويقوم بالتضييق على القدس وأهل القدس بزيادة أو بزيادة التعسف على المقدسيين بالقرارات الظالمة بحقهم، زيادة الإبعادات، الأحكام العالية. يعني رأينا اليوم أحد الفلسطينيين الذي تحرر من الأسر بعد 40 عاما من الأسر. تخيلوا هذا الشخص الذي دخل إلى السجن وهو بجيل العشرينات، بداية العشرينات، خرج اليوم، نعم هو كريم يونس، خرج اليوم بجيل الستينات، تم إخراجه بطريقة يعني غريبة وبطريقة مفاجئة منذ ساعات الفجر، ورميه في منطقة بعيدة عن منطقة سكنه يعني ليخطف الفرحة. لا يريدون حتى اللحظة الأخيرة أن يفرح هذا المقتول بناء على طلب إتمار بن غفير الذي أصدر قرارا بإخراجه بهذه الطريقة. إتمار بن غفير الذي تسلم هذا المنصب الوزاري الجديد يرى بأن الأسرى يجب أن يقتلوا، بأن من يدافع عن المسجد الأقصى هم إرهابيين كما يدعي، وبأن هنالك الكثير بيده الكثير لفعله حتى يتمكن من السيطرة على القدس. وكل ذلك بقوة السلاح التي يمتلك، السلاح المائي الذي يمتلكه الاحتلال، والذي يرى أن هنالك من يعينه على استخدام مزيد من القوة المفرطة من هذا السلاح تجاه أهلكم في مدينة القدس وفي فلسطين، ممن يطبع ويعقد اتفاقيات مع هذا المحتل، ويعتبر هذا المحتل ووجود هذا الكيان الاحتلالي طبيعيا عاديا، ويسلم ويستسلم لهذا المحتل، متناسيا تضحيات الشعب الفلسطيني، متناسيا التهجير الذي تعرض له والعذابات التي تعرض لها أهلنا في فلسطين. ولا زال يتعرض يوميا أهل فلسطين إلى سياسة التهجير وإلى سياسة التعنيف والعنف الذي يعني يجري على قدم وساق في كل لحظة وفي كل حين. يعني لو سألتوني عن نهار مقدسي أو عن يوم يعيش في المقدسي منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، سترون بأن الاحتلال يعني في كل تفاصيل حياتنا ينغص علينا يعني معيشتنا حتى يطردنا بطريقة أو بأخرى. كما قلت قبل قليل، قد لا يكون القرار ورقة الإبعاد التي أتسلمها، قد يكون بطريقة غير مباشرة. وكذلك سياسة التهجير التي لا زالت حتى اليوم، سياسة الطرد والتجويع التي يريدها وأرادها الاحتلال لنا لا زالت قائمة. يعني عندما يضيق عليك الاحتلال ويمنعك من منح ترخيص لبيتك، ويهدم بيتك إذا بنيت بدون ترخيص، فتقوم ببناء البيت، وبعد أن تبنيه يقوم بهدمه، فتقوم ببناء البيت مرة أخرى فيهدمه، فتقوم ببناء خيمة فيهدم هذه الخيمة. هذه سياسة طرد وتهجير أخرى، ولكن بطريقة أخرى حتى يحسن من مظهره، وحتى يعني يجعل روايته أكثر وصولا وصدقا للعالم الذي وصلت له يعني ما يريد الاحتلال، أو النظرة التي يريدها الاحتلال، أو الصورة التي يريدها الاحتلال. وبالتالي الاحتلال يسعى إلى مزيد من التأييد من أبناء جدتنا من الدول العربية والحكومات التي طبعت مع الاحتلال لمزيد من المساندة لهذا الاحتلال. وهنا يجب أن نكون على وعي وعلى معرفة بخطورة ومخاطر ما يحدث. نحن اليوم السلاح الذي نمتلكه وأعظم سلاح نمتلكه هو سلاح المعرفة وسلاح العلم، وقد يكون أيضا من الأسلحة المتاحة لنا ونستطيع من خلالها أن نتسلح بالمعرفة هو سلاح العالم المفتوح، الإنترنت الذي يعني أتيح بين أيدينا. يعني كان قبل فترة معركة واضحة
رأيناها كلنا بأم أعيننا، معركة سيف القدس. وشارك أو إحدى الجبهات المهمة التي شاركت في هذه المعركة والتي كان لها أثر كبير، المعركة الإلكترونية الكبيرة والعظيمة التي كانت في ذلك الوقت، والتي يعني شاركت بشكل كبير وكان لها دور في إنجاح المعركة في ذلك الوقت. نستغل هذا السلاح الذي بين أيدينا، نستغل بأن بأيدينا عالم وتمكن من استقاء العلم بسهولة، ويعني نتأكد في قرارة أنفسنا بأن هذا السلاح الذي نمتلكه لا يقل أهمية عن السلاح الذي يمتلكه المجاهد في غزة أو المجاهد في فلسطين. يعني رأيتم في الفترة الأخيرة معظم العمليات التي حدثت في مدينة القدس بسلاح بسيط بسكين وليس بسلاح يعني حديث، بينما الاحتلال يمتلك من المدرعات والدبابات المدججة ومن الأسلحة والرصاص والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وغيرها من الأسلحة المادية الكثير. ولكن حتى اللحظة لم يتمكن الاحتلال من أن يقوم بفعل شيء يعني جذريا في المسجد الأقصى بسبب رباط المرابطين في المسجد الأقصى وثبات الثابتين سواء كان في المسجد الأقصى أو حتى في فلسطين وبيت المقدس أو حتى خارج فلسطين. فلا تستقلوا بالدور الذي ممكن أن تقدموه. أبنائي في أكاديمية دراسات اللاجئين الذين كنت معكم اليوم في محاضرة قصيرة، يعني أنا يعني أجلس في مكان عام تقريبا في ممر، يعني هو طريق المجاهدين وكل الناس من الصلاة يشوش علي عندما أتحدث إليكم. يعني أسعد أن أكون معكم في هذه الجزئية البسيطة التي يعني قد أكون سلطت الضوء أو بعض من أشعة الضوء على موضوع الرباط والمسجد الأقصى في المسجد الأقصى، وأهمية أن نكون على وعي بأهمية الرباط حتى من الثغر الذي نحن عليه، الرباط المعرفي، الرباط الوجودي، أن نعين أهلنا في مدينة القدس بالسلاح الذي نتمكن منه. أنا سعيدة أن كنت معكم في أكاديمية دراسة اللاجئين بهذه أو بهذا المساق، وأعتذر إن قصرت مدة اللقاء بسبب يعني الضجة من خلفي. ويعني إلى القائمين على هذا اللقاء يعني ممكن أن أكون معكم أيضا في لقاء آخر للشرح عن عالم الأقصى إن شاء بإضافة يعني هذا المسار. شكرا لكم وبارك الله فيكم.